ورجعت هنا بقى لكم كانت تاني. الطماطم هنا بقى كنت اتسبكت انا قوي. كنت سبكت انا الطماطم يعني كويس قوي. مشوحه بصلايه الفيديو متوسطه ديت يا كده، جماعه عباره عن ايه، صفرتها عن شويه، فلفل حطيت عليها بقى مقطعاه كويس فلفلايه قوي، قرن فلفل اخضر. وبعد ما تشوح كويس قوي برضو نزلت عليهم بفصين توم مفرومين. ريحه التوم طلعت، نزلت عليها بقرن فلفل حامي. شطه، اللي مش عايز يحط شطه ما يحطش يا جماعه. بعد ده كله بقى ما تشوح نزلت عليها بمكعبات الطماطم، سبتها لحد ما تتسبك شويه، حطيت عليها نص كوبايه ميه سخنه واتسبكت كويس قوي. بعد ما اتسبكت نزلت عليها بالمكرونه المسلوقه، ممكن تعملي مكرونه عاديه مش مسلوقه، بس انا متعوده على المكرونه المسلوقه. تمام. هنا كنت بوريكم المكرونه ازاي جوسي، مش ناشفه يا جماعه كده، لا، وفي صوص كمان في قلب في الحله، في الارضيه يعني. المكرونه حلوه، طريه كده، حلوه جوسي، طعمها حلو. المكرونه دي يا جماعه او الطبق ده ممكن تاكلي جنبه او تعملي جنبه بانيه، ممكن تعملي جنبه بفتيك، ممكن تعملي جنبه فراخ مشويه، ممكن تعمليه لوحده، ممكن تاكلي جنبه بطاطس محمره. يعني طبق كامل متكامل فيه كل حاجه. لو مش هتعملي جنبه حاجه والله يعني هيبقى افضل كمان، ليه؟ لانه يعني حلو ومشبع. الفلفل الاخضر، الفلفل الاحمر، الطماطم، البصل، الثوم، يعني طبق متكامل ما شاء الله. تمام. هنا بقى انا كنت بقلب المكرونه كويس قوي عشان كله يبقى تجانس في بعضه وتشرب من الصلصه. كده خلصت معايا، انا طفيت عليها يا جماعه على طول مجرد ما نزلت الطماطم. انا اسفه، مجرد ما نزلت المكرونه والصلصه انا طفيت عليها على طول عشان ما تنشفش معايا. تمام. هنا بقى كنت بغرفها في الطبق. شوفوا يا جماعه منظر المكرونه عامل ازاي، مكرونه شكلها حلو تفتح النفس. طبق مكرونه ولا اروع، يعني حقيقي ومشبع ومش مكلف في نفس الوقت. عايزه تعمليها بقى قبل ما ولادك ما ينزلوا الدروس، عايزه تعمليها لما يجوا من المدرسه، مش هتاخد منك 5 دقايق بالظبط. تمام. هنا بقى لكم بقى روعه طعمها حلو جدا. واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. ويا جماعه كل اللي بيشوفني ينزل بقى ينزل يصلي على النبي في الكومنتات ويدعي دعوه حلوه ويشترك في القناه. يلا اشوفكم على خير، باي باي.